السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة على كل مشاهدين ومتابعين قناة أحمد يوسف الحمام، واللي لسه هيتابعني ويشاهدني. عاملين إيه يا حبايبي؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير. قبل ما نخش في موضوع الحلقة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بحب أشكر كل اللي بيدعمني بأي شكل من الأشكال، سواء بيعمل لي لايك على الفيديو أو بتعليق فيه كلمة طيبة أو باشتراك في القناة، لأن كل ده بيساعدني إن أنا أستمر وأقدم محتوى مفيد وعن تجربة بفضل الله. لو عجبك الفيديو وحابب تعمل مشاركة للفيديو عشان الكل يبدأ يتابعه ويشاهده والكل يستفيد، جزاك الله خير. هنتكلم النهارده عن تقليب الحمام الكشك. وتقليب الحمام الكشك، اول حاجه هنتكلم في التكوين. التكوين ده عباره عن كذا نمره في الحمامه او كذا صفه في الحمامه، بس كام نمره دول او كذا صفه دول بيبقوا موجودين في فرد الحمام ثابتين. لو نقص النمر من تقليب فرد الحمام ده او من صفات فرد الحمام ده، فانت بتعمل لقو تكميلي. اللقو التكميلي ده بتشوف الناقص في الذكر بتعوضه في النتايه، او والعكس صحيح، اللي ناقص في النتايه تمام بتكمله من الذكر. طيب ايه هي النمر او المواصفات اللي في الحماميه دي؟ طبعا انا بشتغل عملي عشان اوصل لك المعلومه سهله وبسيطه بفضل الله. اول حاجه هنتكلم في الحماميه في تكوينها ونمرها او مواصفاتها. ايه هي؟ اول حاجه انا مش عايزك تتوه، بمعنى عايزك تمشي بتسلسل وبترتيب مع الحماميه. لو قدرت تمشي مع الحماميه تدريجيا وبتسلسل في صفاتها او نمرها، مش هتتوه وهتقدر تميز مستوى الحماميه اللي في ايدك. هل مستوى ضعيف ولا مستوى متوسط ولا مستوى قوي ولا مستوى اوفر؟ طيب اول حاجه يا جماعه، اهم نمره في الحماميه كشك، اول حاجه العظم. العظم بالنسبه للاحمر كشك تمام، لان في كذا لون في الكشك. هنبتدي طبعا بالاحمر. وطبعا الحماميه الكشك نمرها وتكوينها كله قريب، كله يعتبر زي بعضه، مع اختلاف لون الضريبه ولون جتة فرد الحمام. يعني لو مثلا هتلاقي مثلا الاحمر او الاصفر او الناس بتقول عليه الاكول ده قريبين في الضريبه، بتبقى ضريبته ابيض ملحي. طب لو بالنسبه مثلا اسود، لو الاسود تمام بيبقى ضريبه عين فرد الحمام بتبقى لارنجي. مثلا لو دخلنا مثلا في العنبري الكشك، العنبري الكشك ده شكله ازاي؟ عشان الناس اللي مش عارفه، العنبري الكشك ده بيبقى كله ابيض ما عدا كتافه بتبقى سودا، يبقى كتافه سودا، وبيبقى السديري من تحت مقفول او مفتوح. يعني بيبقى ساعات الكشك العنبري الكشك بيبقى من تحت ابيض سلت، وفي بيبقى سديري مقفول. يعني ايه سديري مقفول؟ بتلاقي تحت الجناحين كده بتلاقي سواد قافل من تحت كده، الحته اللي تحت دي كلها ايه؟ سودا. ده بالنسبه للعنبري الكشك. طبعا انا مش بربي جميع الالوان، بس ايه يعني انا بحاول ايه اسهل لك الدنيا شويه. طب بالنسبه للاحمر كشك ده او تكوين الحمام الكشك، التكوين تمام ونمره وصفاته كلها واحده، بمعنى لازم العظم طول ما هو راكب على بعضه، العظم طول ما هو راكب على بعضه ولابس في وش فرد الحمام. ووش فرد الحمام يعني الدماغ، يعني بتبقى الدماغ فيها استداره، تبقى مستديره. يعني العظم بيبقى لابس كده، بيبقى عظم بيقولوا العظم من جوه من تحت كده تمام بيبقى عريض. فك العظم من تحت بيبقى عريض مع العظم اللي فوق، بيبقوا حمام عظمه تحس انها حمامه تقيله زيها زي تكوين الصافي، بس هي اختلاف ان هي حمامه قصيره تمام وفيها فله وفيها شراب. لكن هي يعتبر الحماميه الكشك اللي هي البيور بتبقى مواصفاتها شبه الصافي في تكوين عظمه ودماغه. بتبقى طبعا عظم ايه؟
لابس في وشه مع استداره. طبعا في الاستداره دي بيبقى اللي بنقول عليه الهيد بيبقى عالي نازل طبعا على ما فيش. في نهايه دماغ الحماميه من ورا بيبقى فيه دبوس او تاج. ده طبعا مع الجفن بيبقى رقيق خالص، بيبقى زي عقب السيجاره كده، بيبقى رقيق خالص. مع فله الحماميه طبعا بيبقى من تحت العظم كده، من عند كده. الناس اللي بتربي صافي هتعرف يعني ايه، من ناحيه اللغد كده من تحت لحد فرد حمام من تحت. ده بيبقى الفل. طبعا بتبقى طول ما بتبقى في كذا فل فوق بعض، طبعا ده بيدل ايه على قوه ومستوى فرد الحمام. زائد طبعا ان احنا بنتكلم في الحمار، بيبقى احمر، ما بيبقاش احمر مطفل. يعني ايه ما بيبقاش داخله ايه اسود، لان في غواه بتدخل السود عشان تدخل العظم، بس بيبان برضك. بتلاقي عين مقطوطه، بتلاقي عين وعين، تمام. هتبص تلاقي العين بقت ممكن لارنجي او عين صفرة. ده برضك علامه من علامات ان ايه، ان الحمام داخله سود او داخله حمام تاني غير اللون بتاعها. زائد في نهايه الشراب من تحت، ده بنتكلم بالنسبه للاحمر، نهايه الشراب من تحت او ناحيه المشاخ هيبقى فيه ريش اسود كده، سواد، تمام. ناحيه المشاخ او في الشراب. ده بيدل طبعا ان الحماميه داخلها سود او داخلها لون تاني. طب بالنسبه للحماميه طبعا بتتميز بالقصر. الحماميه بتتميز بالقصر. طيب هل الحماميه دي صعب فرخها؟ الحماميه دي اصعب من فرخ الحمام الصافي، لان الناس طبعا بتفرخ حمام كش هتعرف مش اي حضان بيجيب الحمام الكشك. طب انت ترشح لي ايه الحضان اللي يجيب العظم كشك؟ ممكن تجيب يمنيات او انجليزه او باكستانيات او شقلباظيات او شوامات. الشوامات دي بتندرج تحت العبسي والكركندي والحلبي، الحمام الشعبي. كل ده حنين ان هو يزق، تمام، الحماميه دي. ويستحسن ان انت تحط زغلول تحت القص عشان القص يقدر يهتم بيه، تمام، ويطلع لك زغلول بصحه جيده. وانا قلت لك خدمه الحماميه، اي حماميه انت بتربيها خدمتها بتفرق في مستواها. يعني انت ممكن يكون عندك مستوى متوسط بس خدمتك 100%، الحمام بيظهر عندك ان هو حمام بيور. وممكن تكون عندك حمام بيور بس خدمتك 50%، الحمام يبان عندك مستواه متوسط. فبرضك حته الخدمه دي لازم تكون عامل اساسي عند الغاوي. وطبعا الموضوع مش هيجي في يوم وليله مع احتكاكك طبعا، طبعا بنزولك طبعا للسوق وباحتكاكك بغواء حريفه، وبرضك سلكتك دي، تمام، هي معمل التجارب اللي انت بتبدا طبعا تشتغل فيها. ده المعمل بتاعك اللي انت بتشتغل فيه، بتعمل فيه تجاربك وبتاع لحد ما ربنا يمن عليك. ومش في يوم وليله هتنجح، لا، هتاخد وقت. يبقى احنا كده اصبحنا عرفنا اساسيات الحمام الكشك. طيب احنا اتكلمنا عن عنبري الكشك. طيب في منه الاحمر ده، في منه الاصفر. طيب وفي منه البنيدي. البنيدي ده بيبقى كله ابيض بس عينه بتبقى باكمه. طيب وفي منه احنا اتكلمنا على الاسود، وفي منه الازازي، وفي منه الصيني، وفي منه الاسطنبولي، وفي منه الامري. كل ده الحمام ده كله، تمام، ضريبته بتختلف حسب لون جتته. يعني مثلا لو عنبري كشك بتبقى عينه باكمه، لو اسود مثلا بيبقى عينه مثلا لارنجي، بتبقاش صفرا، بتبقى لارنجي. طيب انا دلوقتي عشان اوصل لمستوى كويس في الحماميه دي، انا قدرت ان انا اخطي نص الطريق صح، اللي هو ان انا عرفت مواصفات الحمامه، بدات انزل اجيب حمام متوسط، عملت حضان. طيب ايه اللي هيتم بعد كده؟ اللي هيتم بعد كده اللقوك. يعني ايه لقوك؟ الناس فاهمه اللقو غلط، فاكرين ان حمامه جامده على حمامه جامده هيفرخ حمام جامد. لا، احب اقول لك حمام جامد على حمام جامد يفلت حمام جامد معاك. بس طبعا بالنسبه طبعا للغوايه بدات
اللي من رحم ربي تلعب في الحمام وتدخل حمام على بعضه، فانت ما بقتش تعرف الحمامية دي جوفها في ايه، انت مش عارف الحمامية دي جوفها في ايه. فانت بتشتغل واحدة واحدة، بمعنى انت بتجيب خلاص عرفت المواصفات، بتبدأ تجيب الحمامات اللي انت هتدخلها عندك. هنقول لو يكن مثلا مستوى متوسط، طب انا عايز اعلى بالمستوى ده، هعمل ايه في الوقت ده؟ طبعا انا قلت في فيديو من فيديوهاتي، وبس حابب اكرر لك الكلام ده تاني لان الكلام ده مهم جدا. انت في الوقت اللي انت مثلا لو يكن اخترت مثلا انتخبت مثلا دكارين وست نوتي، دكارين وست نوتي، طيب انا بعمل ايه؟ انا واحد من الناس بشغل 3 نوتي على دكر، 3 نوتي على دكر. طب في الوقت اللي انا بشغل 3 نوتي على دكر، هل بشغلهم مره واحده؟ لا طبعا، مفيش الكلام ده. ببدا احط طبعا النوتي في مصاطب وبشببها، طبعا المصاطب طبعا التشبيب بتاعتها بقى طبعا بحط لها تحديد، بحط لها كالسيوم، بديها جرعه ديدان، بفلتر الحمامه خالص من كل حاجه، من حشرات وديدان وسالمونيلا، تبقى الحماميه جاهزه لقوي او فرخي. وفي نفس الوقت بردك الذكر بديله بردك بفلتره بردك من الديدان والحشرات، وبديله بردك محفز جنسي، وبديله زي السيلينيوم بردك والهيه زنك. كل ده بردك تمام بيخلي ان الحمام يبقى فايق. طبعا انا ببدا اخد من ايديا دي مثلا، لو هاخد مثلا من الحماميه دي او من ايديا اللي هدخلها الذكر مثلا 6 حصويات، هطرقع من ايديا 6 حصويات، بس كل حصويتين هاخدهم من ايديا بريح حركه مثلا 10 ايام، 10 ايام، كل 10 ايام ايه باخد حصويتين من النتايه دي. يعني هنقول مثلا هطرقع من النتايه دي 6 حصوات. طب بعد ما اطرقع ال6 حصوات بعمل ايه؟ برد نتايه تاني في مصطبه النوتي، وبعد كده باخد نتايه تانيه ادخلها للذكر. طيب اهم حاجه يا جماعه عشان تعرف ان انت لقيت صح او مستوى الحمام اللي عندك ده هيقدمك ولا يأخرك، لازم تفرخ من الحمام كتير. بمعنى ما يبقاش انت مثلا ربنا من عليك لو يكن 7 8 زغالين، ما ينفعش تيجي مثلا زغلين يكملوا معاك. يعني في البدايه مثلا هم مثلا في بدايه مثلا التلبين وقع منك، لو يكن هيوقع منك مثلا 6 7 حتت، وبقى معاك حتتين او حته، هل انت هتعرف مستوى الحمام وصلت له ليه؟ لا. ليه بقى؟ لان الحمام في غوايه تقول لك الحلو حلو حتى لو في الطاجن معاك، بس الكلام ده بيجي مع خبره سنين، يعني ما بيجيش في سنه ولا 2، لا خبره سنين، عشان يبدا يقيم الزغلول وهو ما يطلع من البيضه في مرحله التلبين، يقول عليه ده ليه مستقبل او ملوش، او هيخدمني او مش هيخدمني. فده في صعوبه جامده، مش في يوم وليله. والحمام ما بيتحفظش، الحمام ما بيتحفظش. انا قلت لك معاشرتك واحتكاكك مع الحمام وسلكتك دي هي اللي هتعلمك كل حاجه، مع اكتسابك برضك معلومات قيمه من الغوايه الحريفه، مش اي غوايه، لان انت طبعا زي ما انتم عارفين بقى في برضك في غوايه بنقول على سنها كبير وبتتكلم غلط في الحمام، فما هي ما بقتش بالسن. فانت لازم تاخد القدوه ليك يكون فاهم حمام كويس، مش ان هو يكون عنده داير ارتفاع مثلا 10 متر، داير 6 في 6، عنده 100 باب، مش عارف عنده 300 حمامه، مش عارف عنده السلكات تحت مثلا 300 سلاكه، يبقى كده غاوي. لا، هي مش بكتر الحمام ولا كتر السلكات ولا بغلو غيات، لا، هي ممكن غاوي يكون على قده بذكر على انتيتين او على 3 يعمل حمام كويس. يبقى انا لازم في الوقت ده افرخ على قد ما اقدر. ونصيحه مني ليك، انا راجل دخلت باب وشك وفي ناس كتير احبطتني، لازم تدفع ارقام ولازم مش عارف ايه والكلام ده. انا دفعت ارقام بس مش ارقام اللي الناس متخيلاها، لا. في ناس دفعت مثلا في حته 3 و4 و5 في كشكايه وما وصلش لحاجه.
لا، انا اشتغلت على قد امكانياتي، بل حصلت الغاوي الصغير وما يعبنيش. انا طول ما انا عايش بشتغل على قد امكانياتي، ما ينفعش ابص فوق. لو بصيت فوق قوي هقع. لا، انا بحاول اعمل لنفسي تمام طريق امشي عليه على قد امكانياتي، وباذن الله هوصل. لو ما وصلتش السنه دي هوصل السنه الجايه، لو ما وصلتش السنه ربنا يعني كل التعب والاجتهاد ده ربنا قادر ان هو يغير حالك في ثانيه لثانيه، من حال لحال. ممكن تبص تلاقي قافل على نفسك سنتين ثلاثه في باب، وتيجي في هوب في لقو السنه اللي بعدها تبص تلاقي في لقوك وفرخك كنابل طلعالك، كنابل طلعالك. فهي في الاول وفي الاخر ده احنا بنقول اجتهاد وفي موهبه، بس الموهبه لوحدها ما تنفعش، موهبه مع اجتهاد. ونسبه كبيره موهبه من غير اجتهاد ومن غير ان انت تنميها ملهاش لازمه. عشان بس ايه؟ انا بأثر عليك الدنيا، انا عشت اللي انت عايشه وبخسر اللي انت، وخسرت اللي انت خسرت وكتير. فبس انا بريحك، مش عايزك تقعد مثلا سنتين ثلاثه تبقى حاطط غمامه على وشك وماشي في العتمه وفاكر انت هتوصل. لا، انا بحاول اكون عمود النور اللي بنور لك طريقك. حابب تعمل بكلامي، حابب مش حابب برضك دي حاجه ترجع لك. انا ما اقدرش اشكل دماغك تمام بمزاجي، لا، كل واحد ليه دماغه. بس انا بقول لك الصح. يعني انت يعني واحد بيقول لك الصح، ليه انا اروح للغلط طالما الصح قدامي ومسهلهولي واحد وعن تجربه؟ ليه انا اروح احاول الناحيه التانيه في الغلط؟ او ليه اعطل نفسي؟ طب ما انا عندي حد يقدمني، حد اسلم له دماغي يقدمني للاحسن. انا حابب بس ايه اوصل لك نقطه انت ممكن مش واضحه لك. ولازم انت ما تجادلش في الغلط. ما ينفعش تتكلم وانت لسه على قدك. واقول لك حاجه بقى، دي نصيحه مني. طول ما انت ماشي وبتنجح وبتقول انا لسه بتعلم، اعرف ان انت هتنجح وهيجي وقت وليك اسم يسمع بوسط الغوايه. ليه بقى؟ انت جيت في وقت مثلا الناس بتقول عليك جامد، لا انا مش جامد، انا لسه ما وصلتش لحاجه. اعرف ان انت ناجح. لكن لو خدت في نفسك مقلب ودخلت في سكه الغرور، مش هتتقدم خطوه واحده. والغايه دي مش هقول ما تاخدش الكلام من على لساني، دي من على لسان غواه ليها بصمه في الغايه. قال لك ايه؟ قال لك مال قارون عمر نوح صبر ايوب. اوزن الكلام هتلاقيه فعلا. لازم يكون في ماديات، لازم يكون في صبر، لازم يكون في عمر نوح. يعني كل سنه عن ربنا يديك طولة العمر، كل سنه عن سنه هتلاقي الحمام بيتغير عندك في لقوك، في فرخك، في سلاكتك، في طريقتك مع التعامل مع الحمامايه. كل يوم بتتحسن طالما بتشتري معلومه او بتكتسب معلومه صح وبتنفذها وبتأيدها في سلاكتك. اعرف ان انت هتمشي احسن. انا قلت لك مش بكتر الحمام. وانا شايف ان حته غلو الكلفه دي انا مش حاببها. يعني انا مش حابب، انا متضرر منها برضك حته غلو الكلفه. بس طب ما ممكن دي فرصه تخليك تتغاضى عن الغلط او ترجع عن الغلط انت بتعمله. مش بكتر الحمام. ليه انا اشيل لي مثلا اعمل لي مثلا 30 40 قص بالقوانط واكلف وبتاع وبرضك مش مهتم؟ يا ريت يبقى في انتاج. يعني لو انا مثلا بربي 100 قص او 100 جوز وفي وراهم انتاج وبمشي الدنيا وبسوق صح وبدخل وبكسب، انا هقول لك اعمل 200 جوز. بس انت النهارده عندك 50 60 جوز بياكلوا ويشربوا واهتمام وخدمه ومفيش انتاج. طب ليه؟ عشان متشتت. مش عارف الحق الزغلول ده وقع، ده مش عارف دمعة عين، ده سالمونيلا، ده مكان كاتم، ده حمام فوق حمام، ده حمام ما حملتهوش. ما انا
اعمل لي 6 7 قصوص كويسين، ووراهم يا عم 14 قص حضان وان الله يحب المحسنين، واركز مع حمامتين واركز مع سلكت ودنيتي. انا حابب، انا والله العظيم 3 ما بقى ما مش عايشها عليك، او بقول لك ان انت ولا حاجه وانا الجامد. انا ولا جامد ولا حاجه، انا اقل الناس وهفضل اقولها لحد ما اموت، انا اقل الناس. بس انا فعلا بحب الحمامايه، انا بحب الحمامايه. وانا مش هقول لك انا ظروفي ايه، عشان انت مهما حكيت لك فهتقول لا الراجل ده ايه يا عم متواضع وبتاع، بس برضك ظروفه غير كده. لا انا لو حكيت لك ظروفي هتعرف ان يعني ممكن يكون انت احسن مني بمراحل، بس انت مش حابب تجتهد، مش حابب تجتهد. وفعلا الغاية دي زي برضك مغواة بتقول فكر، والفكر يكسب المادة. ما صح النهارده انا لو معايا فلوس ماشي، معايا فلوس وماشي بطال او ماشي غلط، ما الفلوس دي هتخلص مش هتيجي مكانها. لكن انا لو مثلا عندي فكر كويس، يعني انسان سليم ونظيف وما بشربش مخدرات مثلا، وفي حالي مثلا وعندي فكر كويس، دماغي كويسه، ربنا مديني حته ان انا افكر كويس للاحسن. ما فعلا تفكيرك هيخليك تخلي الجنيه 10 والعشرة يبقى 20. هي دي الغايه يا جماعه. والله الغايه مش حمامتين بتشتريهم 7 8000 جنيه وتوقفهم في بيبانهم وتتفرج عليهم. لا انت كده اشتريت مجهود غيرك. طب فين مجهودك انت بقى؟ يعني لما يجي حد يكلمني في الاحمر كشك اقول له لا تعالى اوريك صور الحمام. انا مش بمدح في نفسي، بس انا بقول لك بقى عملي. واحد يجي يكلمني يقول لي انت ايه، اقول له يا عم انا راجل مركز على قد امكانياتي وظروفي، مركز في الاحمر كشك. طب يا عم انت راجل وريني يا عم الحمام. هقول له مش هوريك الحمام دلوقتي، هوريك الحمام من سنه كان عامل ازاي. وطبعا تدخيلي طبعا وتطليعي ولقوي، اخد الحماميه اجتهاد بربنا بيني وبين نفسي، اقعد في السلاكه النتايه دي هتركب على الدكر ده، طب الدكر ده هيركب على النتايه دي، طب النتايه دي ناقصها قصر، طب انا هكمله من الدكر قصير، طب الدكر تمام عظمه مش محمل سنه، طب النتايه عظمها عمران سنه، طب بتقعد تتخيل وبتكلم نفسك وبتكلم الحمام، وبرضه بترفع ايدك كده وتقول يا رب ارزقني يا رب من وراهم مستوى كويس. ربنا بيستجيب طالما ما بتستكترش على حد حاجه وما بتحقدش على حد، وبتتمنى الخير للغير. الخير اللي انت بتتمناه للناس، شوف يعني انت لو بتتمنى مثلا لواحد ان هو يكسب 1000 جنيه، انت ربنا هيرضيك ب 10000 جنيه. مش هتخسر حاجه والله، مش هتخسر حاجه لما تسمع مني الكلمتين اللي انا بقولهم لك دول. مش عايزك برضك تفتكرها بالسن. ممكن تلاقي شاب عنده 13 14 سنه و15 سنه بيتكلم حمام كويس وفاهم حمام كويس احسن من واحد عنده 30 و40 سنه و50 سنه. ما تحطش السن مقياس لكل حاجه، لا. يا ريت اكون قدرت افيدك في الفيديو ده، ولو عجبك الفيديو ما تنسانيش في اللايك الحلو، وانتظروني في فيديو جديد من فيديوهات خبايا واسرار الحمام في الغزار. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.